انا حاليا مستانس وفرحان، مو بس انا، كل احنا فرحانين ومن ضمنهم انت. ولو انتم فاهمين السالفه بس ما يخالف، خلنا نشرحها. بس قبل لا احكي لكم خلوني شوي اطلع حركتي بذولاك النماذج، هسه احكي لكم اياهم. المشكله ما اعرف حتى شلون اشرح لكم اياهم. هذول الناس اللي جاي احكي عليهم تلقون بالتعليقات مالت التيك توك. طبعا انا اكرههم لدرجه اني حتى ما راح اقول شي يعلقون، راح اعطيكم صوره شوفوها. جاهزين حتى تعرفون؟ 1 2 3 بوم. هذا هو الهراء اللي يقولونه بالتعليقات. هسه النملة لحم لو دجاج، هسه الخيمة قماش لو لايلون، هسه الجبل تراب لو طين. شايفين السالفه حلوه وتضحك، بس هي ما تضحك. يعني شيل هالعضروطيه براذر، انت شايف شيء يضحك بالموضوع؟ هسه ذاك اليوم شفت لي واحد ناشر تصميم على الامام الحسين سلام الله عليه، والتعليقات مدروسه من هاي النماذج. يعني بشعركم ما تستحون طيح الحظ، لو تحشون على المقاطع العاديه احسن لكم بهواي. هذا مطلع بي امام، جا اسمعوا هاي القويه. ذاك اليوم صدفه وانا جاي اقلب لقيت لي واحد مسوي دويتو ويا هذا مصمم على مقطع يحكي على التعليقات، يقول الى متى نظل هيك؟ خلينا نشيل هالعنصريه بيناتنا، ارجوكم لا حد يعلق هاي التعليقات ترى مو حلوه. واللي اتفاجئ من طبيت التعليقات الناس معلقه عليه اكثر من المقطع الاول. نماذج حبيبي والله. هسه يجون من التيك توك لليوتيوب يدون يعلقون هنا، يجي واحد بس يريد ينصحهم ويقولون بطلوا هالسوالف هاي، هم يصيرون لواته ويرجون يعلقون. والله العظيم اذا واحد من عندكم علق هيك تعليق احذف تعليقه يا اخي، اكرههم بشكل مو طبيعي. المهم هاي رساله لبعض الناس، اذا حبيت تصير زوج تروح تعلق هيك احب اقول لك هاي الرساله، هاي الرساله موجهه لتعليقك. بايخه. المهم نجي لموضوعنا الرئيسي. انطونا عطله اسبوع كامل والما يعرف السبب هي الانتخابات، رغم انه انا ما كنت مهتم بالانتخابات، بس هسه اهتم لها اكثر من اخوي الصغير. تروحون فدوا الانتخابات تاج راسكم. لك هو هذا العراق العظيم اللي نعرفه اسطوره مو بلد. وبما انه اهل المدارس حاليا فرحانين، حاليا اهل الكليات زعلانين للاسف، لان العطله كانت موجهه للمدارس ومو للكليات. يعني الزبده اي مدرسه بيها انتخابات هاي تعطل، ولو المدارس كلها عطلت لان كلها بيها انتخابات ما عدا الكليات طبعا. فاذا انت طالب مدرسه وتبوع عليها احب اقول لك روح تونس وافرح، واذا انت طالب كليه روح ابكي بالزاويه. يلا جماعه الكليات انتم قيتها وقدود، ادرسوا الله يخليكم، الدراسه كلش مهمه. بعض طلاب الكليه راح يتقبل ويروح يدرس، اما البعض والله حقك تقلب الدنيا. يشيل هالمضرط، ليش ما اعطاكم انتم هم عطله؟ المهم والله انا ما بدي شيء عليك بعد، هذا اللي صار. وحاليا بعض طلاب المدارس راح يستغل هاي العطله بالمراجعه للتراكمات العاليه، اما انا راح اقضي التسخيت. يعني طالب اعدادي ايش تتوقع منه مثلا؟ بعدين احب اقول لك انا ما عندي تراكمات لان مستواي اليومي كلش ممتاز. المهم كافي حكينا هواي، فاظن انا حروح من هنا. مع السلامه.